اهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن الشاشه الهايسنس من العربي. الشاشه بتنزل كيوليد، وشاشه متكامله من حيث جوده الصوت والصوره ونظام التشغيل والضمان. بتنزل في موديل A7 EG2 في احجام 50 و55 و65. جودة الصورة: الشاشة بتنزل كيوليد، تعمل بتكنولوجيا الكوانتم على امتصاص الضوء وإعادة انبعاث ومشبع بالألوان. الشاشة فيها نظام All Up Skills، وده معالج رباعي النواة ذو قدرة فائقة على معالجة المحتوى أيا كانت جودة الإشارة وبأي جودة. الشاشة فيها نظام الإضاءة المباشرة، حيث يعمل على رفع درجة التعتيم مع أعلى درجة تحكم في الإضاءة حسب المشهد. الشاشة فيها ألترا دايمنينج، حيث تعمل على رفع معدل التباين لأقصى درجة مع اللون الأسود. الشاشة فيها WCG، وده نظام تدرج اللون الواسع، حيث يعمل على ألوان أكثر ثراء ودقة. كما أن الشاشة يوجد بها النظام الديناميكي العالي HDR. والنظام الديناميكي العالي هو تقنية تعمل على زيادة عمق الألوان بنظام ديناميكي يصل لمليار درجة لون مختلفة، ورفع درجة السطوع لأقصى ما يمكن لتجربة أكثر واقعية وحيوية. الشاشة فيها دولبي فيجن، حيث يعمل على رفع درجة الألوان ل 12 بت. كما يوجد في الشاشة نظام HLG، حيث يعمل على رفع كفاءة المعروض بجودة SDR إلى أقرب ما يكون لل HDR. الشاشة فيها سموث موشن، وده بيعمل على رفع سرعة التردد أو الهرتز ل60 هرتز. كما يوجد ميمس لتعويض الفريمات المفقودة. كما تقوم الشاشة بتقليل الضوء أو الضوضاء ثلاثية الأبعاد ديجيتال نيوز. الشاشة فيها سنسور اسمه امبنتس لايت سنسور بلس، حيث يعمل على تكييف الشاشة مع الضوء الموجود أو المحيط بها في الغرفة. جودة الصوت: الشاشة فيها نظام دولبي أتموس ودولبي إيديو. دولبي أتموس هو صوت محيطي يجعلك في قلب الحدث، ودولبي إيديو يعمل على تحسين جودة الصوت عن طريق تصفية أي تشويش وجعل الصوت واضح ومحيطي. نظام التشغيل بتاع الشاشة اسمه فيدا يو 5، وده أسرع وأفضل وأحدث نظام تشغيل موجود في العالم. بنتكلم في ثانية و7 جزء من الثانية. الشاشة فيها أكتر من 200 تطبيق بيحتوي على أفضل وأحدث وأشهر المنصات العالمية. نظام دقة الشاشة بنتكلم في 3840 بكسل في 2160 بكسل، يعني بنتكلم في تقريبا في 8 مليون و200 ألف ميجا بكسل. تمام، وده طبعا شامل الشاشة 50 وال55 وال65. معدل التحديث للصورة 60 هرتز كما سبق وأشرنا. الشاشة فيها 3 مداخل HDMI بقدرة 2.1، وفيها مدخلين USB، مدخل 2.0 ومدخل 3.0. الشاشة فيها سماعتين، كل سماعة 10 واط، يعني بنتكلم في توتال 20 واط. الشاشة فيها نظام تايم شيفت، وده بيعمل على ترحيل البث. ممكن بس اللي هو مثلا انا مشغل مسلسل، مشغل مباراة، عاوز اعمل ترحيل للبث ده بحيث ان انا اشاهده في وقت لاحق، ممكن اعمل كده عن طريق التايم شيفت. الشاشة فيها BVR، واللي هو التسجيل الشخصي، ان انا ممكن اسجل اي بث تلفزيوني عن طريق فلاشة. الشاشة فيها نظام جيم مود، حيث يجعل الشاشة مناسبة لوضع الألعاب واستجابة سريعة للحركة. الشاشة فيها نظام VRR، حيث يساعد على ضبط التلفاز ومعدل تحديد التلفاز مع أي لعبة تتصل به. الشاشة فيها نظام ALLM، حيث يجعل أو يحول الشاشة من وضع التلفاز إلى وضع الألعاب بمجرد استخدامه. الشاشة فيها نظام سبورت مود، والنظام ده بيعمل على جعل، طبعا احنا عارفين ان السبورت مود مثلا يعني احنا مشغلين مباراة، ممكن الحركة تبقى سريعة شوية،
فالصورة ما بتبقاش واضحة أو فيها شوية نغمشة. لا، الشاشة بتعالج كل الكلام ده، نظام سبورت مود بيعالج كل الكلام ده، وبيخلي الشاشة تستوعب الحركة السريعة وبتظهرها بشكل واضح، كما تظهر صوت المعلق بشكل واضح. الشاشة فيها نظام اسمه ماي فيو ستريم وماي فيو كاست. ماي فيو ستريم ان انا لو عاوز اعكس المحتوى بتاعي اللي الموجود على الهاتف او الموجود على التابلت على الايه، على الشاشة، ممكن اعكسه بشكل كامل. يعني مثلا لو انا بستخدم فيلم او بعكس اي فيلم موجود عندي على التليفون بتاعي على الشاشة، بس لو جالي اي اشعار من الواتس او اي حاجة او ما ينفعش ان اطلع من الفيلم، هيظهر معايا على الشاشة، وده ما فيهوش خصوصية شوية. فعشان كده الشاشة برضو فيها نظام تاني اسمه اني فيو كاست. واني فيو كاست ده بيجعلك تقوم بمشاركة المحتوى فقط من التليفون او الكمبيوتر او التابلت على الشاشة. مثال، يعني مثلا انا مشغل فيلم على التليفون ومستخدم اني فيو كاست، مش هيظهر الا الفيلم فقط، حتى لو انا استخدمت التليفون في اي حاجة تانية او ظهر لي اي اشعارات. وده بيبقى فيه خصوصية شوية عن ماي فيو ستريم. الضمان، الشاشة بتنزل ضمان العربي 2 سنين، بالإضافة إلى أن الشاشة عليها تأمين ضد الحريق والكسر والغرق لمدة 1 سنة من تاريخ شرائها. يعني الشاشة مثلا لو اتكسرت مني خلال سنة، يحق لي الحصول على تعويض 85% من قيمة الشاشة. ما تنسوش الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.